السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصوا يا رجالة، مش عايز اطول عليكم في المقدمة ومش عايز اتأخر عليكم في أي حاجة. الفيديو بتاع النهارده هتكلم عن الكيد عائلي وحل جميع مشاكل الكيد عائلي. تمام، سواء هتقدم شرطة ولا أو حربية. تمام، المواضيع اللي هتكلم عليها: هل شرطة بتقبل تعذر أو لا؟ هل حربية بتقبل تعذر أو لا؟ تمام، مشكلات الكيد عائلي بقى. تمام، لو عمي متجوز، لو والدي متجوز 2، لو جدي متجوز 2، لو جدي متوفي، تمام، لو جدي متجوز 4، اي حاجه من الحاجات دي كلها انا مشاكل كده عائلي. لو جدي متوفي، تمام، انا هعمل ايه؟ اي حاجه خاصه بالكده عائلي كله ومشاكل كده عائلي كلها انا هتكلم عنها في الفيديو ده. انت ما تقدمش الفيديو عشان في مواضيع ممكن ما قلتهاش في المواضيع اللي انا هشرحها وتجيني شرحتها برضو. تمام، فانت تخلي بالك وتسمع الفيديو للاخر. ماشي يا رجاله؟ بص، اول حاجه عشان مش عايز اطول عليكم ده كله، والله انا مش عايز اطول عليكم في الفيديو. اول حاجه، حربيه بتقبل التعذر ولا مش بتقبل التعذر؟ حربيه بتقبل التعذر. تمام، قبل ما اتكلم برضه عن الحته دي، ايه الورق اصلا اللي انت هتجهز بيه الكود عائلي؟ هتجمع ايه عشان تعمل كود عائلي؟ بص يا صاحبي، الكود عائلي بيتكون من جسيمه الزواج بتاعت والدك، تمام، عندك شهاده الميلاد بتاعت اخواتك او صوره بطاقه اخواتك، تمام، صوره بطاقه والدك ووالدتك. تمام، يبقى كده عائلي للجد من ناحيه الاب او الجد من ناحيه الام او والدك، هم الحاجات اللي انت تحتاجها دي. جسيمه الزواج بتاعت والدك، هتحتاج صوره بطاقه والدك ووالدتك، صوره بطاقه اخواتك، ولو معاك اخ صغير ومش معاه بطاقه تبقى ايه؟ شهاده الميلاد بتاعته. تمام يا رجاله؟ تمام، يبقى دي الاوراق بتاعت الكود العائلي. ماشي، انت بقى اول حاجه، حربيه بتقبل التعذر ولا مش بتقبل التعذر؟ اه يا صاحبي، حربيه بتقبل التعذر عادي، مفيش اي مشكله، بس بتقبل الاثنين بس للتعذر. مين ومين؟ جدك من ناحيه الاب او جدك من ناحيه الام. يعني بمعنى صح لازم تعمل كده عائلي لوالدك. تمام، لو في تصحيح اسامي لازم تصحح الاسامي، لو في اي خطا في الكده العائلي بتاع والدك لازم تصححه. اما حربيه، اما الجد من ناحيه الاب او الجد من ناحيه الام، لو انت عملت تعذر مفيش اي مشكله خالص في حربيه، مفيش اي مشكله خالص عملت تعذر في حربيه للجد من ناحيه الاب او الجد من ناحيه الام. تمام يا رجاله؟ دي اول نقطه تخلي بالك منها، يبقى التعذر بيتجاب في حربيه. ماشي، طب التعذر بيتجاب في شرطه؟ لا، التعذر في شرطه مش بيتجاب. امال هتعمل ايه بقى لو انت عملت تعذر للجد من ناحيه الاب بسبب مفيش جسيمه، مفيش شهاده وفاه، مفيش شهاده ميلاد، مفيش بطاقه، اي سبب من الاسباب دي؟ تمام، مفيش اي حاجه ضايعه منك، مش عارف تعمل كده عائلي، في اخطاء في الاسم لان الناس الكبيره دي او الناس القديمه دي ما الاسامي كانت متلخبطه جامد. فانت في الحاله دي هتعمل ايه؟ في الحاله دي بص يا صاحبي، انت هتعمل تعذر، نفترض مثلا انك انت هتعمل تعذر للجد من ناحيه الام او من ناحيه الاب. تمام، من ناحيه الام مثلا لو عملت تعذر لجدك هتضطر تعمل كده عائلي لكل عم، سوري، لكل خال وخاله. هتضطر تعمل تعذر لجدك وهتعمل كده عائلي لكل خال وخاله. اما لو عملت من ناحيه جد من ناحيه الاب، هتعمل كده تعذر للجد من ناحيه الاب وهتعمل كده عائلي لكل عم وعمه. تمام يا رجاله؟ تمام. طب هيجي واحد يسالني بيقول لي طب انا ازاي اعمل كده عائلي لكل عم او عمه او خال او خاله؟ لو كل عم مثلا يعني عملت تعذر للجد من ناحيه الاب، هتجيب عمك، هتقول محتاج جسيمه الزواج بتاعتك، محتاج صوره بطاقتك، صوره بطاقه بتاعتك انت وبتاعت مراتك، وصور شهاده ميلاد عيالك. تمام، كده انت خلصت من الحته دي، كده انت خلصت من النقطه دي، كده انت عملت كده عائلي لعمك. طبق الكلام ده على عمامك، باقي عمامك، طبق الكلام ده على عماتك، كذلك الامر على خوالك وعلى خالاتك. ده لو في حاله انك انت خلاص قررت انك انت تعمل تعذر للكد العائلي للجد من ناحيه الاب او الجد من ناحيه الام. تمام، حربيه بتقبل التعذر، الشرطه مش بتقبل التعذر. الشرطه لو عملت تعذر للجد من ناحيه الاب هتعمل كده عائلي لكل عم وعمه، لو عملت تعذر من ناحيه الام هتعمل كده عائلي لكل خال وخاله. تمام. تمام، المشكله الثالثه والمهمه واللي تخلي بالك منها جامد جدا، اللي هي مش هتخليك اصلا تعمل تعذر ان شاء الله، ودي عن تجربه شخصيه. تمام، المشكله الثالثه دي واللي هي ايه اللي هيخليني اعمل تعذر؟ بص يا صاحبي، الحاجات اللي بتجاب لك اللي هتخليك تمنعك او تمنع انك انت تعمل كده عائلي، جسيمه الزواج. جسيمه الزواج دي في ناس كتير متجوزه من سنه 62 وسنه 60 و50 والحاجات دي، فمش هتلاقي لهم جسيمه الزواج. لكن عندي انا الحل اللي هو ايه بقى؟ هتروح السجل المدني هيقول لك مش موجود جسيمه الزواج، ده حاجه اكيده. هتروح المحكمه اللي انت فيها، هتروح المحكمه اللي انت موجود فيها تبع المركز بتاعك، هتقول له يا فندم انا محتاج جسيمه الزواج بتاعت جدي اسمه كذا كذا ومتزوج من كذا وكذا وكذا. اللي جهه موجوده على السيستم كان بها، مش موجوده يبقى كده تاني فرصه ضاعت. الفرصه الثالثه اللي هي بنسبه 99.9% هتلاقي فيها جسيمه الزواج، واللي هي مجمع المحاكم الخاص بالمحافظه بتاعتك. تمام، في المحافظه نفسها هتلاقي حاجه اسمها مجمع المحاكم. مجمع المحاكم ده يا صاحبي هتروح هناك عند الارشيف، في حاجه اسمها الارشيف.
هتقول يا فندم انا اسم جدي كذا كذا ومتزوج من كذا وكذا وكذا، تمام، وانا يا فندم محتاج لجسيمه الزواج عشان مقدم حربيه او مقدم شرطه ومحتاج ان انا اعمل كده عائلي. هيدور لك في الارشيف، هيلاقي لك جسيمه الزواج، هيقول لك جدك متجوز سنه كذا يوم كذا، هيطلع الجسيمه هو وهيسجلها عنده على الجهاز. اول ما يسجلها عنده على الجهاز كده انت عملت جسيمه الزواج بتاعت جدك، وهتعمل كده عائلي بدون اي مشاكل نهائيه خالص. تمام كده انت خلاص كده عملت كده عائلي ووفرت على نفسك تعذر. اما لو لا قدر الله ما لقيتهاش يبقى انت كده تقدر انك انت تعمل تعذر للجد، وهتعمل كده عائلي لكل عم وعمه او خال وخاله. ماشي يا رجاله، ده كده عائلي واللي هو يعني اكتر حاجه بتواجهك فيه. تمام. طب انت دلوقتي جدك متوفي، هتعمل كده عائلي لجدك، جدك متوفي او جدك متجوز 4. خلينا في نقطه لو جدك متوفي، هتجيب شهاده الوفاه بتاعته بس كده، صورة البطاقة بتاعته وصورة بطاقة والدتك يعني مرته سوري، وهتجيب جسيمة الزواج او بدل البطاقة بتاعته شهادة الوفاة بتاعته، ولو ستك متوفية شهادة الوفاة بتاعتها. تمام يا رجالة؟ تمام. الحاجة الرابعة واللي تخلي بالك منها برضو، لو جدك متجوز 2 او اكتر من واحدة، لو جدك متزوج اكتر من واحدة هتعمل ايه في كده عائلي؟ بص يا صاحبي، لو جدك متزوج 4 هتجيب 4 جسائم الزواج، متجوز 3 هتجيب 3 جسائم الزواج. تمام. وهتجيب برضو صورة بطاقة عمامك وعماتك اللي من الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه ايا كان اللي مخلفه، هتجيب جسام الزواج شهاده الميلاد بتاعتها، صورة بطاقة عيالها اللي هم عمامك. تمام. الاولى مثلا معاها مثلا ودين، تمام، هتجيب طبعا هم عمامك، هتجيب صورة بطاقة عمامك الاثنين دول. تمام. الثانيه مش مخلفه هتجيب لها جسيمه الزواج بس وصورة بطاقتك، صورة بطاقتها وصورة بطاقة جدك. تمام. الثالثه مثلا مخلفه هتجيب صورة بطاقة عمامك، تمام، وهتجيب برضو ايه جسامة الزواج بتاعتها. فانت اللي ماشي معاك كله في الحوار سواء جدك متجوز اكتر من واحده هتجيب جسام الزواج بتاعتهم كلهم. تمام. مخالفه ما مخالفاش تجيب جسام الزواج بتاعت الاربع متجوز من جدك، لان كده عائلي هيبان عنده. ماشي يا رجاله؟ فالحاجات دي هي اللي تخلي بالك منها، طلعت جسيمه الزواج كده الموضوع بتاعك منتهي. تمام. جدك متجوز 2 متجوز 3 4 يبقى كده خلاص. لو متجوز ومطلق المشكله 5، لو متجوز ومطلق تمام، في الحاله دي هتعمل ايه برضو؟ في الحاله دي برضو هتجيب جسيمه الزواج لو هي مخالفه منه اولاد. تمام. لكن لو مش مخالفه منه اولاد هتجيب شهاده الطلاق. تمام. او برضو تجيب جسيمه الزواج وهتمشي عادي وهتمشي مش مشكله. تمام. لو جبت شهاده الطلاق اسهل لك، هيبقى اسهل شويه. تمام يا رجاله؟ دي جميع المشاكل اللي بتواجه الناس اللي بتقدم كده عائلي او بتعمل كده عائلي. تمام. انا جبت لكم على اهم 5 اسئله اللي هم الناس كلها ميته فيهم فعلا، الناس اللي مش عارفه تعمل ايه في الموضوع ده. تمام يا رجاله؟ يبقى انا اتكلمت عن التعذر بيتقبل ولا مش بيتقبل، حربيه بتقبل التعذر او لا، الشرطه بتقبل التعذر او لا. تمام. اتكلمت لو جدك متجوز واحده او اكتر. تمام. اتكلمت لو جدك متوفي او ستك متوفيه. اتكلمت لو عندك غلط في الاسم لازم تصححه ازاي. تمام. اتكلمت لو في اي جسيمه ضايعه او شهاده وفاه ضايعه او اي حاجه ضايعه هتطلعها منين. تمام يا رجاله؟ ده خاص طبعا بالقطع عائلي، اكيد انت لو في عندك مشكله اتحلت في الفيديو ده. ماشي يا رجاله؟ بالتوفيق لكم يا ابطال، وان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله، واشوفكم كده من المقبولين في الكليات العسكريه ان شاء الله. تحياتي ليكم، طارق البدري.